يا مساء الفل حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا كده قضيتوا عيد جميل. انتوا حبايبكم كلهم. بصوا، احنا النهاردة انا عندي روتين بسيط كده في الديب فريزر بتاعي. الديب فريزر بتاعي انا ادراج، وانا كنت صراحة كنت غسلاه قبل العيد، بس كان متبقي عندي درجين، لان الديب فريزر ده انا بغسله درج درج. مش بفصله كامل يعني. الاكليريك ده درج درج، وباخد الرف اللي تحتيه برضو اغسله. كان فاضل لي درجين، فقلت ان شاء الله كده ايه بعد العيد اعملهم. ده الدرج الصغير، اصغر درج فيه اللي هو بيبقى اخر درج تحت ده ناحية الموتور. وطبعا غسلته غسلة حلوة ومسحت مكانه طبعا في الديب فريزر. نصيحة بقى يا بنات بالنسبة للديب فريزر الأدراج الأكليريك ده. عايز بص محافظة يعني واحدة واحدة، لأنه للأسف لما بيتجمد بيبقى ضعيف وسهل الكسر، يعني سواء إدراج أو أرفف، أو بالنسبة للأماكن اللي بيدخل فيها الرف. هتشوفوه دلوقتي كمان شوية. ده الدرج الكبير اللي هو قبل الأخير بواحد. هو دلوقتي أنا هشرحه لكم. برضو غسلته وسبته ينشف ومسحته ونشفته، ونيجي بقى للديب فريزر. بصوا، هو بصوا بيتكون كده من فوق رفين بيتفتحوا قلاب كده. يعني دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، يعتبر ستة رف. بصوا ده كده قلاب بيفتح معايا كده. اول واحد وتاني واحد. زي ما انتم شايفين كده انا عامله بوكسات وعامله فيها تنظيم. طبعا لوحه المفاتيح بتاعته داخليه من جوه، ودي حلوه قوي عشان الاطفال يعني. ده اول كده رف تحتيه ازاز، والرف التاني زيه برضو اهو. انا دي الفريزر بتاعي كله صلصه يا جماعه. انا من عشاق الصلصه، فصلصه طماطم هتلاقوا. بصوا انا بوريكم هنا ان المكان ده صراحه مش هقدر اجزم مين، انا او الولاد، لانه بيفتحوه معرفش مين كسره. اهي. هي هنا متواجدة، فلما بيتفرز كل ده بيجمد، فبيبقى عايز ان انت تفتحي بالراحة واحدة واحدة. اللي تحت ما اتكسرش، لكن هو نعم شوية كده معايا. بصوا بقى، ده اول درج عندي ده. صراحة هي مساحته حلوة. بصوا انا مفرزة هنا بصل وصلصة طماطم وطماطم. يعني الطماطم اهي. لما بتخلص الصلصة بطلع صراحة اعمل، يعني لما بيكونش عندي وقت بحط الطماطم كده. عندي الدرج ده برضو ما شاء الله كان في رمضان مليان لحمة وفراخ وكده، فاحنا بما اننا بقى خلاص في الاخر. ودوت انا بحط فيه السمنة، خزين السمنة بتاعي من السنة للسنة. وطماطم يا جماعة هناك اهي برضو. ما ننساش الطماطم. ببططها كده عشان ما تاخدش مساحة. واخر درج الصغير ده انا بحط بقى فيه يعني علب بقى. مثلا دي كان كرومب، انا مفرزة كرومب اهو. ودي علب، ودي ورق عنب تحت اهو. علبة تبروير وعلبة زهران برضو فيها تفريزات. فهو حلو وجميل الادراج، بس زي ما قلت لكم عايز معاملة واحدة واحدة عليه. بصوا لوحة المفاتيح بتاعته. بصوا يعني هو اول زرار، الشغل في اول زرار. بتضغطي ضغطة الاول بينور لك التلاتة، وبعدين تضغطي ضغطة كمان يبدأ ينور ويطفي، والضغطة التالتة خلاص هيجي على اللو اللي هو ايه اقل حاجة. انا بخليه في الشتاء كده على اقل حاجة، في الصيف بخليه في النص. وطبعا لو سبتيه مفتوح شوية بيفضل منور. هو ماركته اندست. طبعا اندست يا جماعة تابعة لشركة اريستون. اريستون بتعمل اندست واريستون. هو بيبقى اقل شوية، بس هي بتبقى نفس الموديل بتاع اريستون. طبعا كفاءته حلوة جدا، يعني مش بيستهلك طاقة، هو موفر للطاقة.